بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ان شاء الله. هنعمل معاكم الكيكة الجميلة ديت. هي عبارة عن كيكة، هي عبارة عن 3 طبقات، بس طعمها جميل جدا. مش هتحس ان انت بتاكلي كيكة عادية، هتحس ان انت بتاكلي جاتوه من افخم المحلات. بس اذكري الله ويلا قومي اعملي معايا الكيكه الجميله ديت واذكري الله. ويلا نقول المقادير. مقاديرنا كلها هتبقى في الخلاط زي ما انتوا شايفين. هتطلع الجمال ده وكل اللي هيدوقها مش هيحس ان هي بالمكونات البسيطه ديت. مكوناتنا عباره عن كوبايه من السكر، تمام، وكوبايه من الحليب بدرجه حراره الغرفه، ونص كوبايه من الزيت، وثلاث بيضات برضو بدرجة حرارة الغرفة. كل مكوناتنا هتبقى بدرجة حرارة الغرفة. وعندنا معلقة صغيرة من الفانيليا البودر او السايلة اللي موجودة عندك اعمليه، ما توقفيش نفسك على حاجة. هنحط الثلاث بيضات معانا في الخلاط زي ما انتوا شايفين، وقلنا الثلاث بيضات هيبقوا بدرجة حرارة الغرفة. وعندنا كوباية من الحليب وكوباية من السكر. هنضربهم الاول كده كويس قوي مع بعض، ونص معلقة من الفانيليا عشان زفارة البيض. تمام، هنضربهم كويس قوي قوي في الخلاط لغايه ما الخليط يتقل معانا ويبيض كده والمكونات كلها تتجانس. واقول لكم ليه احنا ما حطيناش الزيت معاهم في الاول، لان الزيت بيمنع عندنا السكر يدوب. تمام، هنضربهم كده كويس، ودايما نضفي حواليكي هتحس براحه نفسيه. زي ما انت شايفه ضربناهم كويس قوي. بعد كده هنضيف بقى نص كوبايه الزيت وهنضربهم. هنكون في الوقت ده نخلين الدقيق، عباره عن كوبايه ونص من الدقيق. نخلينهم كويس كذا مره. من شروط نجاح الكيك ان انت تدخلي الدقيق كذا مره، ده بيديله هشاشه كده وبيبقى جميل من جوه وهش وطري واسفنجي. تمام، يبقى احنا نخلنا الدقيق ده كذا مره. عباره عن كوبايه ونص. هنحط عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر، ولو هتاخدي من العبوه علبه يعني تحطي معلقه كبيره، وشعره ملح زي ما احنا قلنا بتظبط طعم اي حلويات، واربع معالق كبيره من الكاكاو الخام، او ممكن تحطي كاكاو محلى. وهنقلبهم كويس قوي كده مع بعض لغايه ما كلهم يتداخلوا. وبعد كده نحط المكونات السائله اللي في الخلاط، عباره عن 3 بيضات، كوبايه سكر، كوبايه حليب، نص كوبايه زيت فانيليا. تمام، هنضربهم نقلبهم كويس كده مع بعض، ونكون مولعين الفرن بتاعنا قبل ما نبدا بالكيكه اصلا على درجه حراره 180 مسخن مسبقا. عندنا هنا الصينيه الوسط. تمام، هم عباره عن 3 صواني فوق بعض، وممكن على فكره كمان تحطها في الصينيه الكبيره لو عايزه الكيكه ارتفاعها بسيط. تمام، تكوني مبطنه الصينيه بالزيت والكاكاو، وتفرغي فيها كده المكونات اللي عندك، وتديها كذا هبته كده عشان الفقاعات اللي احنا شايفينها دي تخرج اهوت. شوفوا الفقاعات كل ما بتبدا بتخرج ازاي، والكيكه تبقى جميله، وتمسحي اي حاجه على الحروف عشان ما تشطش معاكي وتطلع ريحه مش كويسه. هتاخد معاكي 35 دقيقه بالظبط في الفرن. هنجهز بقى الطبقه الثالثه. احنا عملنا الطبقه الثالثه ليه قبل التانية؟ لان الطبقه الثالثه بتحتاج تبرد، لاننا احنا هنعملها على النار. معانا نص كوبايه من الكاكاو، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الحليب. هنقلبهم كويس كده شويه الاول قبل ما نحط الزيت. احنا قلنا ان الزيت بيمنع ان السكر يدوب. تمام، وبعد كده هنحط نص كوبايه من الزيت. يبقى الصوص ده عباره عن نص كوبايه من الكاكاو الخام، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الحليب، نص كوبايه من الزيت. هنقلبهم كده تقليب كويس لغايه ما يدوبوا، ونرفعهم على النار على درجه حراره متوسطه، وايدك تقليب مستمر على طول علشان ما يشطش منك ويطلع ريحه وحشه، لان ده كاكاو. تقليب مستمر، واول ما يغلي كده احسبي له 5 دقايق من بعد الغليان واطفي عليه. تمام، هتجيبي بوله بقى وتفرغي فيها الصوص الجميل ده وتسيبيه يهدى خالص خالص. وبعد كده دخليه يسقع في التلاجة. ويا ريت تحضري الصوص ده قبل الكيكه كمان، لان احنا عايزين الصوص ده بارد وساقع جدا، لانه لسه كمان لما يسقع يتقل ويبقى عباره عن صوص شوكولاته جميل. لانه لو اتحط سخن هيسيح الطبقه التانية. الطبقه التانية عباره عن عباره عن كريم شانتيه. هنجيب كيسين اللي هو دريم ويب ده من الكريم الشانتيه، وهنضربهم بكوبايه حليب مثلج. انت هتلاقي على ظهر العبوه اصلا مكتوب ان كل ظرف ليه نص كوبايه من الحليب المتلج. تمام كده، فاحنا هنحط على الظرفين كوبايه، وهنضربهم كويس قوي لغايه ما يتقل معايا. وممكن لو انت عندك كريم شانتيه خام تحط عليه معلقتين كاكاو وتضربي بكوبايه من الحليب. تمام، فانت ما توقفيش نفسك على حاجه. اهوت حطينا كوبايه من الحليب المثلج وهنضربهم كويس قوي. بصراحه انا حسيت ان بعد ما ضربتهم حسيت ان هو تقيل كده معايا ولسه مش هش كده، فزودت كمان نص كوبايه من الحليب. تمام، يبقى عند الظرفين خدوا كوبايه ونص من الحليب المتلج. هفضل اضربهم ضرب مستمر كده لغايه ما
يتضاعف ويتقل ويزيد معايا. تمام زي ما انت شايفه كده. حطيت نص كوبايه كمان من الحليب. يلا حبيبتي اذكري الله وصلي على الرسول، قولي لا اله الا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا الكيكه كانت طلعت وهدت كده من الفرن. خرمتها زي ما انتوا شايفين كده، عشان انا هسقيها بكوبايه من الحليب. حاطه فيها معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، وممكن لو ما عندكيش قهوه سريعه الذوبان تحطي معلقه صغيره من الكاكاو والخام، ولو ما عندكيش كاكاو حطي سقيها بالحليب بس. تمام. هنا كانت شربت الكوبايه الحليب. شوفوا بقت هشه وجميله ازاي، عامله زي الجاتوه بالظبط. تمام. هنفرد بقى هنا فوقها الكريم شانتيه اللي احنا ضاربينه، وسويه كده وظبطيه عشان لما نحط عليه الطبقه التالتة تبقى مساويه كده، والقطعه عامله زي خرطه الجاتوه عشان تشرفك قدام ضيوفك وفرحي بيها اولادك. وزي ما احنا قلنا ظبطي حاجتك عشان احنا عندنا العين بتاكل قبل الفم. اهو زي ما انت شايفه كده سويها وظبطيها. دلوقتي بقى هنجيب الطبقه الثالثه بتاعتنا اللي هي صوص الشوكولاته. تقل معانا وبقى جميل جدا لما برد. تمام كده احنا سويناها مع بعض. معلش كان جالي تليفون. اهوت الصوص تقل معانا. هنحاول بقى نحطه نوزعه كده فوق ايدي الطبقه الثالثه بقى. شوفوا جميله جدا، عباره عن صوص شوكولاته طعمه رهيب. هي اساسا الكيكه هتشرفك لو عملتها لضيوفك، عملتها في اي مناسبه. جميله جدا جدا، واللي هياكلها مش هيصدق ان انتي عاملاها بالمكونات البسيطه دي. التكلفه كلها في الكريم شانتيه زي ما قلتلك. ولو مش متاح عندك الاظرف دي هتجيبي ربع كيلو من الكريم الشانتيه الخام او المحلى. لو هتجيبي خام هتحطي عليه نص كوبايه من السكر. تمام. وتضربيه بكوبايه من الحليب برضو، هيبقى معاكي برضو كريم شانتيه جميل جدا. وممكن تجيبي الظرفين دول وتستكفي بيهم يعني. حركي الصينيه بقى يمين وشمال كده زي ما انت شايفه حبيبتي، هيتوزع معاكي بكل سهوله. جميل جدا جدا، وولادك هيفرحوا بيها وزوجك. يلا قومي اتنشطي واعمليها. ويلا يا حبيبتي حطي لايك واعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل حاجه جديده انا بعملها. يلا بقى نخرط كده الجمال ده ونوريكم جميل قد ايه من جوه. انا زي ما قلت لك ممكن تستخدمي الصينيه الوسط دي، ولو مش عايزه الكيكه عاليه ممكن تستخدمي الصينيه الكبيره كمان. جميل جدا جدا هيشرفك. يلا يا حبيبتي حط لايك، ما تستخسريش فيا اللايك عشان الفيديو يترفع ويوصل للكل. هي جميله جدا. هتلاقي الكيكه مرتفعه وهشه من جوه وجميله. هنقطعها مع بعض دلوقتي. يلا يا حبيبتي اذكري الله، قولي لا اله الا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. زي ما انت شايفه الجمال، وشايفه الصوص لامع ازاي. ده عشان احنا حاطين فيه الزيت نص كوبايه الزيت اللي احنا حاطينها معاه. شوفوا جميله ازاي. يلا بقولك حط لايك اهو. مع السلامه.